تديش جلوكوز 5% لعيان عنده هايبوفوليميا أو شوك. لما المريض يكون عنده هايبوفوليميا يعني نقص حجم الدم، بيكون الهدف الأساسي من العلاج هو زيادة الانترفاسكولار فوليوم، السوائل جوه الأوعية الدموية، علشان نرفع ضغط الدم ونحسن البرفيوجن للأعضاء. طب ليه ما ينفعش نستخدم محلول ديكستروز 5% في حالات الهايبوفوليميا؟ لأن الجسم بيتعامل معاها كأنها فري ووتر، مية حرة، وده لأن بمجرد دخولها للجسم السكر اللي فيها بيتحول لطاقة، ويتبقى منها المية بس، والمية دي مش بتفضل في الأوعية الدموية، يعني ملهاش أي تأثير على الانترفاسكولار فوليوم لأنها بتدخل الخلايا. وبتكون النتيجة إن المحلول مش هيساعد في رفع ضغط الدم ولا في علاج الهايبوفوليميا. يعني تقريبا ديكستروز 5% إن ووتر ملهوش أي لازمة لو الحالة شوكد أو هايبوفوليميك، والبديل بيكون نورمال صلاين أو رينجر لاكتيت، وفي الحالات الشديدة ممكن نلجأ للكولويدز زي الألبيومين. وبس كده. لو عجبتك المعلومة البسيطة دي ادينا فولو. سلام.